تحت عنوان التعليم باللغة الأم حق مشروع وأساسي، افتتحت هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الرقة يوم أمس مؤسسة اللغة الكردية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والأكاديمية وممثلين وممثلات عن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، وبهدف المركز إلى تعزيز تعلم اللغة الكردية ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع من خلال تنظيم دورات تعليمية وورشات عمل وندوات ثقافية تهدف إلى الحفاظ على الهوية واللغة الكردية وتطويرها. وخلال حفل الافتتاح تم إلقاء عدة كلمات أكدت بمجملها على أهمية اللغة الكردية ودورها في الحفاظ على الهوية الكردية، وتلاها عرض فقرات شعرية باللغة الكردية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المنطقة، مشيرين إلى أن المؤسسة ستكون منبرا لدعم الباحثين والطلاب وكذلك لتوثيق الإنتاج الأدبي واللغوي الكردي. إدراج مؤسسة اللغة الكردية ضمن المشاريع ال24، وبعد الموافقة من هيئة المالية لشمال شرق سوريا على ترميم هذه المؤسسة، بعد الانتهاء من عملية الترميم قمنا بتجهيزها من أجل افتتاحها في يوم اللغة الكردية الذي يصادف ب 15 أيار. فنبارك هذا اليوم على كافة أبناء شعبنا الكردي ومعلمينا وطلابنا. طبعا هذا مؤسسة اللغة الكردية التي تم افتتاحها في جغرافية هيئة التربية والتعليم في مدينة الرقة سوف تستهدف مكونات شعبنا في الرقة العرب والكرد لأجل تعليم اللغة الكردية مثل اللغة الإنجليزية. فنبارك افتتاحية هذه المؤسسة في سابقا، حيث كان في مدينة الرقة على أيام النظام البائد محرم على كل أبناء الرقة أن يتكلموا باللغة الكردية أو يكتبون باللغة الكردية، ولكن ضمن الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية حيث بات لكل مكون لغته وثقافته الأم. فعلى هذا الأساس نهدي افتتاح هذه المؤسسة إلى دماء الشهداء والشهيدات والمناضلين والأحرار، ونبارك هذا المركز والصرح الجديد الذي يجذب كافة مكونات المنطقة من أجل التعليم. في هذا اليوم بتاريخ 15/5/2025 تم افتتاح مؤسسة اللغة الكردية في مقاطعة الرقة. الكل يعرف بأن المكون الكردي هو مكون أصيل في شمال وشرق سوريا، وهو مكون أصيل أيضا في مقاطعة الرقة. هي خطوة نوعية قامت بها هيئة التربية في مقاطعة الرقة وبالتنسيق مع المجلس التنفيذي وكل الجهات المعنية للعمل على افتتاح المؤسسة. طبعا هذه المؤسسة سوف تعنى بإعطاء الأهمية للغة الأم اللغة الكردية للمكون الكردي، والكل يعلم بأن أهالينا من المكون الكردي وخلال السنوات أو خلال العصور وربما عشرات أو مئات السنين كانوا محرومين من أبسط حقوقهم والمتعلقة بالتحدث والتعلم باللغة الأم اللغة الكردية.